هو الاهلي امبارح كان ممكن يكسب ريال مدريد. اه، على فكره الموضوع ما كانش مستحيل. طب الاهلي ما كسبش ليه؟ الاهلي ما كسبش عشان كان عنده 4 لعيبه بره الفورمه امبارح. كان عنده قفشه، السوليه، ديانج وشريف، الاربعه ما كانوش في فورمتهم امبارح. على عكس لعيبه تانية عملت ماتش حلو امبارح زي هاني والشحات. الناس كانت ممكن تكون خايفه من هاني بالذات قبل الماتش عشان هيلعب على فينيسيوس، بس الصراحه هاني كان من نجوم الماتش امبارح. طب هل ده كفايه ان أنا يبقى عندي 2 لعيبه بس في الفرقه هم اللي كويسين وده ممكن يكسبني قدام ريال مدريد؟ لا طبعا، ماتش زي ده ممنوع فيه غلطات. انت الجون الاولاني دخل في غلطه منك في توقيت مهم في اخر الشوط الاول، الجون الثاني انت لسه بتبدا الشوط الثاني دخل فيك جون، ودي حاجه من الاسباب اللي خسرتك الماتش. زائد ان لما يجي لك فرص في اي وقت من الماتش لازم تخلص على طول، ما ينفعش تضيع قدام فرقه زي ريال مدريد. انا فاهم ان الناس اتعشمت ساعه لما الجون الاول دخل ولما البينالتي اتصد، بس في الاول وفي الاخر انت بتلعب فرقه تقيله قوي فيها فينيسيوس وفيها رودريجو وفيها مودريتش. عامه هارد لك، الاهلي عمل ماتش حلو.